السلام عليكم، مرحبا بكم في لي دو سور غديزة. اولا سنه سعيده، الله يجعلها تدخل عليكم بالصحه وبالهنا ان شاء الله، وتكون سنه سلم وسلام وتحققوا فيها كل الاماني ديالكم، خصوصا الصحه والهنا لانهم تبقوا اهم شيء في الحياه. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله هو فيديو متميز جدا، وصفه اكثر من رائعه، وصفه مفاجاه، مكونات بسيطه جدا ولكن نتيجه تكون اكثر من رائعه. هذا النوع من الغريبات او الغريبه بصفه عامه تتبقى من احب الوصفات عندي، لانها سهله، طريقه سهله ما تطلبش اي تقنيه، ممكن نحضروها بشكل ما تيتوفر عندنا في البيت. الغريبه اليوم كيف ما تلاحظوا راقيه جميله، والاهم من هذا الشيء لذيذه تذوب في الفم. غادي نحضرها واحد الكميه قليله جدا ديال الكركاع، 125 غرام، اي نص ربع. ان شاء الله انا متاكده انكم اذا جربتوها غادي تعجبكم. فقط اذا عجبكم الفيديو نتمنى انكم تنشروه ما بين الاهل والاصدقاء حتى يوصل الى اكبر عدد، وايضا توصل معهم القناه. وما تنسوش ايضا الاشتراك وتخليو تعاليق، هذا شيء تخليني نتشجع اكثر. ونتمنى ايضا ان هذه السنه تكون سنه بدايه جديده للقناه وانها تمشي بعيد. فعلا هذه الايام كنت مقصره، ولكن الغالب الله ظروف هي اللي خلاتني نهار شيء كثير. المهم باش ما نطولش عليكم، الغريبه ديال اليوم هي غريبه بالكركاع والسميده، وصفه اكثر من رائعه، مقاديرها بسيطه كيف غادي تلاحظوا معايا. تنحتاج 350 غرام ديال السميده اللي تتكون رقيقه. السميده اللي تنستعملوا للحرشه تتلاحظوا بهذا الشكل، تتكون رقيقه بطبيعه الحال مغربله. كاس ديال العنبه ديال السكر حبيبات، نص كاس ديال زيت نباتي. هنا عندي جوج البيضات، والبيضه الثالثه غادي ناخذ لها شويه ديال البيض نحتاجو من بعد. غادي نسمها بكيس ديال الفاني، غنستعمل كيس الخميره فيه هنايا 7 ديال الغرام، تقريبا معلقه صغيره، وقشره الحامض ايضا ورشه الملح. وغادي نحتاج فقط 125 غرام ديال الكركاع اللي دخلته صهدته في الفران، ومن بعد طحنته بالقشره ديالو من بعد ما برد شويه، ما طحنتوش حتى ولا غبره، صبح على هذا الشكل. بالنسبه للطريقه، السميده ضفت عليها كاس ديال السكر اللي يكون الحبيبات ديالو رقيقه، رشه ديال الملح، ضفت هنا الكركاع اللي تتلاحظوا صبح على هذا الشكل ماشي غبره، وفي نفس الوقت ما بقاش طرف كبار. ضفت كيس ديال الزيت، الا كان الزيت ديال الكركاع يكون احسن. نسمت بالفاني، هنا خميره ما غربلت شاي لان من بعد يتدلك كل شيء. طريقه سهله كيف تلاحظوا، وضعت كل المقادير. بالاضافه للفاني غادي نضيف واحد القشره ديال الليمون، تتوسبكت بشكل كبير الليمون الفاني والكركاع. تناخذ فقط القشره الفوقانيه لان عاده البيضه تكون هي اللي في تعطي لاسيديتي. هنا ضفت جوج البيضات، والبيضه الثالثه غادي ناخذ لها واحد شويه ديال تقريبا واحد المعلقه ديال الابيض البيض، والباقي ضفته للخليط ديال السميده وديال الكركاع. تتلاحظوا طريقه بسيطه، وضعت كل المقادير، والعمل الوحيد اللي عندي في تحضير هذه الغريبه وهي اننا غادي ندلكوها. غادي تدلك مزيان على الاقل واحد 5 ديال الدقائق فقط. اذا كانت سميده تتشرب ممكن تضيفوا واحد صفر ديال البيضه. هي هاد الغريبات تجي خفيفه. تندلكها بشكل جيد. الا ما بغيتوش توضعوا القشره ديال الحامض ديال الليمون، ممكن توضعوا فيها واحد المعلقه ديال الكونفيتور تجي تزيد تعلكها اكثر. ممكن ايضا تنسموها باش ما بغيتو بالفاني او بالنكهه ديال الكركاع. تنخلطها بواحد الشكل جيد. هنا كيف ما تلاحظوا غادي نزيد نخلطها اكثر حتى تتمعك مزيان. العجينه تكون خفيفه على هذا الشكل. هنا غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي، وغادي ندخلها للثلاجه ترتاح على الاقل 1 ساعه. في هذا الوقت غادي نوجد واحد السيرو. هنا داك العصير ديال الليمون اللي خديت لها القشره، ضفت لها كيس ديال الفاني. هنا استعملت جوج الاكياس، واحد في العجينه وواحد في السيرو، وضفت له ايضا واحد القشره ديال الليمون، وخليته فوق النار حتى غلى شويه. جي على شكل ديال السيرو تيجي لذيذ جدا، تيعطي مذاق، تينسم الغريبه بشكل اكثر، وتيخلي انا سكر كلاصي تيلصق اكثر. هنا من بعد ساعه الخليط ديال السميده والكركاع اصبح لي على هذا الشكل كيف ما تلاحظوا. هنا غادي نعمل كرات. انا تعجبني الغريبه دائما تنعبرها
غادي نعمل فيهم تقريبا 18 ديال الغرام. وتتلاحظوا معايا لانني هاد الغريبات صيفطتهم بجوج في نفس الوقت. الغريبات معمره بالكاوكاو بالزنجله اللي تدورها تجي لذيذه جدا. سبق لي وحطيتها في القناه، نولي نحط لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو. فاش تنكمل كل كميه نحتاج للتفناد هاد العصير ديال او السيرو. تنحتاج الكركاع، هذا شيء اختياري، الا ما توفرش عندكم بلاش منه، تعطي جماليه اكثر. انا هنايا فقط عندي 125 غرام تقريبا ربعه، قسمت النص وضعته في الخليط والنص خليته للتزيين. الا ما توفرش بلاش منه. وتنحتاج للتفناد ديال هاد الغريبه سكر كلاسي سبيسيال او سكر ساقي اللي بطبيعه الحال مغربل. بطريقه سهله تنوضع الخليط او السيرو ديال الليمون والفاني في اليد، وتندهن به الغريبه وتنوضعه في سكر كلاسي. تندير هذا الكامل تنوضع كميه مهمه، ومن بعد كيف ما تتخلط تلاحظوا معايا فقط تنحركو والسكر كلاسي تيلصق بواحد الشكل جيد. هذا هو ما يعرف بلا كخاكلا اللي ولا على الموضه. حنا في المغرب عندنا هذه سنين طويله. بالنسبه لديك الكميه ديال الكركاع اللي فقط كيف ما تنقول هذا الشيء اختياري، الا ما بغيتوش بلاش منه. تنوضع عليه شويه ديال ابيض البيض اللي خليته، تنضغط عليه على الغريبه. كيف ما تلاحظوا هذا تيخليها تشقق اكثر، تجي جميله جدا. نصف الكميه تنوضع على هذوك الحبات اللي بقاو ليا ديال الكركاع، والنصف الكامل فقط تنضغط عليه بالاصبع. وللمزيد من المذاق انا موقفش عند هذا الحد، ديك الكميه اللي تبقات لي ديال السيرو غادي ندهن بها الحبات ديال الكركاع. هذا سيعطي مذاق اكثر للكركاع، تيبنو تيلدو اكثر عوض ما يطيب بلا اي شيء. هاد الكميه ديال الخليط عطاتني تقريبا 42 حبه ديال الغريبه. عملت فيهم 18 غرام. الا بغيتو حجم اكبر ما عليكم الا تعملوهم تعملوا كميه اكثر. تندخلوا الفران ساخن على درجه حراره 200 درجه. كما تلاحظوا معايا النار من الفوق والفرفاره. بالنسبه اللي عندهم الفران ديال الغاز ضروري يوضعوه لتحت ان النار تكون من الفوق، وبمجرد ما تتشقق وتتاخذ لون ذهبي تنخرجوه. فما تحتاج فقط 10 دقائق لا اكثر. تصبح الغريبه الشاكله على هذا الشكل. تتشوفوها من الاسفل كيفاش تجي من الاعلى. انا هنايا الكركاع خاصكم تراقبوه اكثر، ما تعملوش بحالي انا مشاني واحد الكود تليفون وما لاحظتو شيء. المهم تجي لذيذه، تجي الكركاع بنين بهذا الشكل اكثر منين تيكون بوحدو بلا اي شيء. هنا غادي نقسم معكم واحد الوحده تلاحظوا كيفاش تجي معلكه، تجي رطبه، تجي تذوب في الفم. غريبه تجي راقيه، تجي جميله، والاهم من هذا الشيء كله تجي لذيذه. انا متاكده الا جربتوها غادي تبناوها. مقاديرها بسيطه جدا ولكن النتيجه اكثر من رائعه. تصلح المناسبات، تصلح الاعياد، تصلح لكل يوم. بالنسبه تتبقى مده طويله وهي معلكه، ما تخافوش منها. فقط توضعوها في علبه اللي تكون تتسد باحكام. نتمنى ان طريقتي في تحضير هذه الغريبه تكون عجبتكم وانكم تجربوها. اشخاص اللي تكتشفوا القناه لاول مره تنقول لكم الف مرحبا. ما تنساوش الاشتراك في القناه من خلال الضغط على زر سابوني، تفعيل الجرس، هذا شيء مهم حتى توصلوا كل جديد القناه. ايضا توصلوا الفيديو الى اكبر عدد من خلال نشره في وسائل التواصل الاجتماعي من بين الاهل والاصدقاء. هذا تخلي ان القناه توصل اكثر. تنتمنى ان التواصل يكون اكثر. تخليو دي جيم، تخليو دي كومونتير، وتنتمنى ان سنه 2019 تكون بدايه جديده للقناه. وتنتمنى ايضا انها تدخل عليكم مره اخرى بالصحه وبالهنا وبكل ما تتمنوا ان شاء الله. والى فيديو قادم.